الحرب اليوم راح تكون شرسة ومدمرة ما بين عائلة الأبطال الخارقين ضد عائلة بربر باتابيم. هذا الشجرة الشريرة بتحاول دائما انها تدمر عائلة الأبطال، ولكن هل هي راح تنجح ولا لا؟ ولا ننسى بومبارديلو كروكوديلو. هاي راح ادمر هذا العالم، راح ادمركم يا عائلة الابطال، راح اطير عليكم وانزل القنابل وافجركم كلياتكم. ولا ننسى كمان تراليلا ترالالا، هذا القرش الشرس الشرير ممكن يكون اقوى منهم جميعا وينتصر هو بالنهاية. فخلينا نشوف مين اللي راح يفوز ومين راح يبقى على قيد الحياة لاخر هاي الحرب. صباح التدمير، صباح التفجير. طبعا انا هو هالك البطل الخارق الاقوى، واليوم انا فرحان وسعيد كتير لان الفريق تبعنا اكتمل وصار الان عندنا مجموعة كاملة من الابطال، عائلة سونيك، عائلة بنتن وجميع الابطال، وكمان صديقي هالك العملاق. ولا ننسى كمان بنتين هو عنده مجموعة كبيرة من الابطال، واصدقائي باتمان، سوبرمان وجميع الابطال الخارقين متواجدين داخل هذا الكوكب بالداخل. وبصراحة انا اليوم بشوف قدامي هذا البومبارديلو كروكوديلو بيحاول انه يطير لعنا، ولكن انا وضعت مجموعة من الجنود معاهم هاي الاسلحة والسنايبرات والصواريخ، واذا بحاول انه هو يقترب راح نطلق عليه النار وننزل هاي الطائرة تبعته، هو راح يخسر الحرب. هي انا راح اجيك وراح ادمرك، لا تخاف، بيوم من الايام انت ما راح تشوفني، راح اتسلل بالطائرة تبعتي واطلق الصواريخ وافجر كوكبك بالكامل. هي هذا الاشي باحلامك فقط، انت يا بومبارديلو كروكوديلو ما راح تستطيع انك توصل لي لهذا المكان، وانا راح اقضي عليك وانت كمان راح تنحط داخل السجن، سجن الابطال الخارقين. يلا خلاص بكفي، خليني الان بدي افتح هذا الباب، بدي اضلني نازل لعند الابطال. هي صباح الخير باتمان، سبونج بوب بالعضلات، كابتن امريكا، سوبرمان، سونيك، بنتين، كلياتكم اليوم استعدوا، الحرب بصراحة راح تكون طاحنة ومدمرة. هي يا هالك، والله بصراحة أنا جالس بشوف هذا القرش الشرير اللي اسمه تراليلا ترالالا، والله هو بخوف كتير بصراحة، أسنانه حادة ممكن هو يهجم علينا، بدنا إياك أنت تروح وتدمره لأنه هذا القرش والله دايما بحاول يقترب منا، ولكن أنا برسل عليه فضاء النار بيطلق عليه مجموعة من الغاز والنار بخليه يرجع للخلف. خلاص انا راح ادمر جميع هاي المجموعة الشريرة، ولكن بالاول انا بدي اخذ جناح الطيران هذا، بدي اضلني طالع على الاعلى، بدي اشوف على مين ممكن اهجم انا اول. هذا اللي اسمه بربر باتابيم هو ضعيف ومو قوي كتير، ما بشكل خطر عالية، ولكن بومبارديلو كروكوديلو انا بخاف انه يهجم علينا، شوفوا ضل يتقدم علينا، ولكن جنودي بيطلقوا عليه النار، وهذا كمان هالك العملاق برقبه وبنتظره لحتى يجي حتى يقفز عليه ويكسر الطائرة. ولكن برضو هذا القرش خطير كتير ولازم احنا نروح ندمره، فانا بحكي بالاول لازم اهجم على هذا القرش اللي اسمه تراليلا ترالالا، اهجم عليه واكسره، ادمر كل الكوكب تبعه، وبعديها راح انا اهجم على القرش الشرير هذا لما اضعف بالاول هذا القرش. يلا بسرعة خلين انا بدي اجي من وراه زي هيك، يا خذ لك اي بوم، ايوه بيو، روح من هون، ايوه والله ما سقط، بوم، بيو، هاي انا رميته للاسفل. يلا الان خلين انا بدني جاي لهون، هو في فريق بالكامل هناك، هدول الجنود الصغار لسه ما اكتملوا، ما بيقدروا يحاربوني، ولكن الآن لما أنزل الأسفل راح أواجه الزعماء، وبوم أنا ما بخاف. تراليلا ترالالا، بوركوديلو فوركوديلو، انت شو بتعمل بهذا المكان؟ ما بتعرف انه انت الان داخل منزل وكوكب تراليلا ترالالا، واللي بدخل لهون ما راح يخرج ابدا لانه احنا كائنات شريرة وراح نبتلعوه. ما حدا راح يبتلعني ولا ياكلني، انت مجموعة ضعيفة كتير، شوفوا كيف انت مكانك اصلا بالبحر، وملوك اليابسة هم الابطال الخارقين، اذا انت مفكر حالك انك كنت قوي بالبحر انت ما راح تكون قوي داخل هاي الميابسة. انت الان لازم تستسلم، تيجي معي على سجن الابطال وخلاص
تنتهي للأبد. هاي في أحلامك. نعم بأحلامك، شو مفكرنا انه احنا ضعاف؟ شوف احنا اصلا عنا بالاسفل بحر كامل، كل ما احنا نحتاج مية بننزل وبنسبح فيه وانت ما بتقدر تزيله. طب لحظة، هذا البحر لو انا دمرته وشربته بالكامل ممكن انه انتوا تموتوا للابد. راح اورجيك شو راح اسوي. يلا بسرعة، لازم انا ابتلع واشرب كل هاي المية. والله كمية كبيرة كتير. اخ يا بطني. خب دب 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 دب. يلا اقتربت كتير، لازم اشرب هاي الكمية بالكامل. خب دب 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 بوم. ايه والله شربتها بالكامل، والان بقدر النقد عليكوا. ترارارا، شوفوا ما تبقى اي شي بالاسفل، انا شربت المية بالكامل. ايه والله شرب المية، لا نحن راح نصير اضعف. كيف شرب المية؟ والله هذا ابتلع كل اشي، لا نحن راح نصير ضعاف. ابتعد عني ابتعد. تعال لهون تعال. اوه عندك سلاح، الان انت راح تتدمر. هي ما بتقدر تسوي فينا اي شيء، احنا عندنا قوة خارقة وانت يا هالك ما بتقدر انك تزيلها منا. طب خد لك هاي بوم. اي لا لا اصدقائي، توقف اترجاك توقف. توقف. لا لا نزلني. تعال لون تعال، انا ماسكك وحاملك بعضلاتي. يلا الان انت راح تروح برحلة سعيدة. بيو. لا لا لا. هي 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 قضيت عليه بالكامل. ايوه اختفى. بومبارديلو كروكوديلو، شو هذا؟ والله انا خايف منه كتير. تعالوا بيو. ايه تطلق علي النار؟ انا راح اورجيك. بسرعة ضعوا جوا السجن، فجروا اطلقوا عليه قذيفة خليه يموت. ايه لا خلينا، انا بدي اهرب. اي اطلقوا علي صاروخ من الطائرة والدبابة. بومبارديلو كروكاديلو. بوم 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 بومبارديلو. هاي استسلموا، شوفوا ايش سويت بصديقكو هالك الصغير. هاي انا فجرته بهذا المكان، اطلقت عليه صاروخ من الدبابة وكمان اطلقت عليه صاروخ من الطائرة الخاصة فيني. انا بومبارديلو كروكوديلو. شوفوا ناس كتير حاولوا انهم يتحدوني ولكن تحولوا لهياكل عظمية. هدول كلياتهم ابطال وكمان وكمان متحديا حاولوا انهم يدمروني ولكن هم فشلوا وانا انتصرت عليهم بالكامل. ما حدا بيقدر لي، حتى انا معي سلاح جديد لازم انا اجربه. والله بعيد جدا، هذول الابطال يعني ما اظن اني اقدر ادمرهم بهذا السلاح، بلزمهم هم قنابل وشغلات اصعب بكتير. اما هذول البشر الصغار خلينا احاول. بوم. والله انا اطلقت عليهم النار. هاي دمرتهم والله. اصدقائي لا. هذول ضعفاء كتير ما بيقدروا انهم يتحدوني، ولكن الابطال بصراحة جسمهم كبير وانا ما بقدر نقضي عليهم بهذا السلاح فقط. بلزمهم قنابل، بلزمهم هدول الصواريخ، لازم احنا نشن عليهم غارة. وعندنا هيو سجن راح يوسعهم كلياتهم، كل عائلة كل عائلة هدول اسمهم عائلة الابطال راح يتدمروا بهذا المكان. يلا خلينا انا الان ايش بدي اسوي؟ بدي ازور صديقي بربر بطبيم. صراحة انا صرت اشوفه انه هو حزين كتير، ما بعرف ليش. لازم انا اروح اطمن عليه واعطيه ادوات حتى يصير هو قوية ويساعدني بالهجوم على الابطال، لانه هو كمان ما بحبهم. شوفوا هو دائما بتحدى عائلة تونغ تونغ وبصراحة هو فاز عليهم، فانا عشان هيك راح اخليكم صديقي لانه هو كمان قوية ومع بعض راح ندمر الابطال. يلا بسرعة الان انا خلينا بدي اجهز الطائرة تبعتي، طائرة الهجوم، حتى تكون هي مساعدة لإلي بالهجوم هذا. يلا زي هيك راح ادهن انا باللون الاخضر، راح اعبيها كمان بالبنزين علشان اطير فيها. بوم. يا سلام طائرة جاهزة، وكمان انا معي معدات للقتال. خليني بدي اشوف شو هي. والله صرت صغير كتير. طلعوا كيف انا بنزل من تحت الدبابة، والله شكلي غريب كتير. هيك انا راح اتسلل من وين ما بدي. يعني اشوف.
والله صرت صغير كتير. ما أصغرني، شو هذا؟ والله حجمي صغير جدا جدا. يلا خلاص خليني أكبر حالي. شوف هاي الأدوات، خليني كبير كبير كتير. أوف، بهذا الحجم أنا راح أصير قوية، راح أطلق عليهم صواريخ مضاعفة. طيب خليني الآن أنا بدي أدخل إلى الكوكب تبعي. هي يا أصدقائي دير بالكوا، أنا وصديقي بومبارديلو كروكوديلو العملاق راح نغادر هذا المكان. ياي خدنا معك. طيب لا اسكت، انت بشر ضعيف، يعني انت تمساح عادي ما عندك اجنحة طيران. لما يصير عندك اجنحة طيران راح اخذك معاي حتى تروح وتدمر ايش عائلة الابطال. بس انا الان بالاول بدي ضلني رايح لعند عائلة بربر باتابيم حتى اطمن عليه واضيفه للفريق تبعي حتى اروح ندمر ايش عائلة الابطال. والله هم دمروا تراليلا ترالالا، وبصراحة انا خايف يجيني الدور، عشان هيك لما يكون احنا فريق كامل من الاشرار راح نكون اقوى. يلا يا طائرة طيري 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 وايوه مثل هيك. يا سلام، ايوه فريق الابطال انا بكره كتير وراح ادمره قريبا. يلا يا بربر بطبيم انا قادم. وي بوم، ايوه مثل هيك. بربر بطبيم صديقي. اوه، مين اللي بتكلم معاي؟ انا حزين، خلاص اخرج من هذا المكان. لا شو اخرج ما اخرج، ولك انا اجيتك حتى احنا نسوي فريق مع بعض ونهجم على فريق الابطال. ايه فريق الابطال؟ والله فريق الابطال انا بكرهه. انا كمان بكره فريق الابطال. انا بربر بتبيم الحزين. شوف كيف انا شجرة حزينة كتير لانه عائلة الابطال هي بصراحة قطعت جميع الاشجار اصدقائي، كمان الاوراق تبعتي يعني كتت وسقطت لانه انا يعني تحاربت مع واحد من عائلة الابطال، هو سقط لي كل الشعر تبعي وسقط لي كل الاوراق. خلاص ولكن معي انا بومبارديلو كروكاديلو، انت راح تكون قوية وراح نقضي مع بعض على فريق الابطال خارقيا. ولكن بالاول بدي اختبرك، هل طاقتك كافية للقضاء على الابطال ولا لا؟ لانه انا ما بدي اروح انت تموت بسرعة وانا الحق بالموت، لازم اشوف القوة تبعتك، واذا كنت انت قوي انا راح اجي معك واكون انا صديقك. طيب راح اسوي اي اشي بدك اياه. تعال انا هي الشجرة الصغيرة والان راح اسوي لك التحدي. شوف اذا انت يعني ايش سويت التحدي الاول والثاني، التحدي الثالث راح يكون مفاجأة لك. طيب ماشي، انا بحب المفاجآت وراح اسوي اي تحدي. شوف التحدي الاول هو تحل هذا اللغز. يلا شوف هل راح تسويه ولا لا؟ ايه ليش صرت صغير؟ علشان اركز احكي لك لازم اصير كبير علشان عقلي يصير كبير كمان. طيب هذا اللغز هي حليته. ايه والله ما انحل. لحظة ليش في هون اسهم؟ بصراحة هاي الأسهم كلها بتتجه عكس الكبسة. أنا عرفت الحل، لازم أوجه هاي الأسهم إلى الكبسة حتى أنا أسوي التحدي الأول. وهذا اللغز راح يكون اللغز السهل بالنسبة لإلي، ما فيش واقف قدام. واجه بومبارديلو كروكاديلو. يلا بسرعة يا بومبارديلو، التحدي تبعك سهل كتير وإحنا راح نكون فايزين بهذا التحدي. يلا هاي الأخيرة خلينا أتأكد. ممتاز، هاي أنا حليت الأول، والآن التحدي الثاني إيش هو؟ اللي عندك تدخل هذا القفص تقضي على جميع الأسماك. هاي الأسماك سامة، دير بالك هل أنت قوي ولا مو قوي؟ طبعا قوي. يلا حتى لو سامة أنا راح أقضي عليها. يلا بيو خد لك إيه، والله أسماك سامة وخطيرة. هاي تعالوا لهون راح أقضي عليكم أنا كلياتكم. ايوه اوب، والله راح اموت انا. لا 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 لا, لا. بسرعه لازم اقطع على هاي الاسماك. ممتاز، هاي كمان. اوف لا لا قلب. خلاص ما ضل اي سمكه، افتح الباب. ممتازه، ضل سمكه واحده. لا ما بدي اموت. بيو فجرتها، سكر الباب انا نصف قلب والله. ممتاز، التحدي الثالث بدون ما تشوفه، افتح الباب وانزل الاسفل يلا، ولكن صغر حالك شوية. طب شو فيون؟ هلا راح تشوف، لازم تكون مفاجأة ما لازم احكي لك اياها. طيب ماشي. يا بربر بطبيم، والله انت حرقت لي بالنار، انت مو صديقي بومبارديلو كروكاديلو.